ولقد كان نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيش في خوف شديد من ربنا جل في علاه، وينشغل قلبه دائما بالمراقبة من أن يكون ظلم الناس شيئا. ألم تر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما وقف في معركة بدر وكان يرتب أصحابه بين يديه، وخير الصحابة من شهد بدرا، كان يرتبهم بين يديه، وإذا بأحد الصحابة الأخيار كان متقدما على الصف، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه عصا يرتب بها الصف حتى يتحدث معهم وليشرح لهم خطة القتال، فهو قتال وحرب وموت. فقال صلى الله عليه وسلم له: تأخر يا فلان، فلم يسمع. قال: تأخر يا فلان، فلم يسمع. فتقدم صلى الله عليه وسلم إليه وضرب بطنه بعصا، قال: تأخر. قال: يا رسول الله أوجعتني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ اقتص مني. والله ما جلده بصوت، ولا قال لزبانية خذوه فغلوه، ولا رماه في السجن، ولا قال له أنت تعرف تتكلم مع من، ولا التفت بطرف عينه إلى من حوله فالتقموا الرجل التقاما، لا، قال: خذ اقتص مني. ونحن في قتال، نعم، ونحن في قتال، وأنت القائد، نعم، حتى وإن كانت ضربتك له غير مقصودة، نعم. فأخذ العصا ذلك الصحابي وهو سواد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أنت ضربتني وأنا كاشف لبطني، ما علي رداء، فاكشف بطنك لأضربك كما ضربتني. فإذا به عليه الصلاة والسلام يحسر رداءه عن جسده المبارك، فيقبل ذلك الرجل لأثما لجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضأما له مقبلا له، يقبل العدل، يقبل الحاكم الذي يربي شعبه أحرارا ليسوا عبيدا. بعض الحكام اليوم مع الأسف يريد أن يكون الشعب مجموعة من العبيد، مجموعة من القطعان، مجموعة غنم، حتى وإن كان فيهم علماء، نعم، تعيش كما تعيش الشاة، حتى وإن كنت أحصل على شهادات عالية ولي وزني في الأمة، نعم، تعيش ورائي وتسير ورائي كما تسير الغنم وراء راعيها. لا نسمح لك بكلمة ولا اعتراض ولا رأي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أحرارا، يربيهم رجال، ما كان يربيهم مجموعة عبيد شياه بين يديه. لذلك قاد العالم قال: خذ اقتص يا سواد. فيقبل على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلثم ذلك البطن المبارك وذلك الجسد الشريف، يقبله، نعم يقبله، لأنه يحبه حبا صادقا. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يستأثر دونهم بالأموال، ولم يكن يستأثر دونهم بخيرات البلاد، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يدخل بيته فإذا المياثر والأرائك وأنواع الطعام والشراب بين يديه وهم يعيشون على فقر ومسكنة، لا، كانوا إذا جاعوا جاع معهم، وإذا مرضوا مرض لمرضهم، وإذا حزنوا حزن لحزنهم. يموت ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير ليطعم به زوجته، يرونه بأعينهم وهو يحفر معهم في الخندق، فلما رفع عليه الصلاة والسلام الفأس ليضرب الحجر وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، ما كان يقول والله أموال الدولة كلها بين يدي أفعل بها ما أشاء، لا. الصحابي لما يحب النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا حقيقيا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج ليجعلهم يحبون أن يحفظهم نشيدا يرددونه باسمه، لا، ولا يعلقوا صوره عندهم، لا، ولا يلزمهم بأن يحبوه ويعظموه، لا، ولا كانوا يعلقون صوره ويلزمهم بمحبته، كلا، إنما كان من خلال تعامله معهم
من خلاله عدله معهم كان حبه يدخل إلى قلوبهم. خذ يا سواد اقتص مني. أي الحكام اليوم يعملها؟ لا أقول الحكام، لا، بل من هم أقل من الحكام، أمير، وزير، مدير ظالم. كم من صفعة وجهت إلى إنسان ضعيف قطع الله اليد التي صفعت ولم يستطع أن يقتص لنفسه. وكم من إنسان سلب حقه أو سلب ماله أو منع من حقه ولم يستطع أن يقتص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ يا سواد اقتص مني. فيأخذ سواد بن غزية العصا وينكب مقبلا، فقال عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما صنعت؟ لماذا تقبل بطني؟ لماذا طلبت أن أكشف ردائي؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، نحن الآن في قتال وموت، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر جسد يمسه جسدي هو جسدك يا رسول الله. لا تلومهم على هذا الحب، ولم يحبوه عليه الصلاة والسلام فقط لأنه نبي، إنما لأنه كان نبيا عادلا رحيما شفيقا. لذلك يحبون أيضا أبا بكر، ويحبون عمر وعثمان وعلي. تقرأ في التاريخ عن عمر بن عبد العزيز فتراهم يحبونه لأنه كان عادلا في التعامل معهم. إن الحاكم الذي يظلم شعبه، الحاكم الذي يعامل شعبه على أنهم مجموعة من الشياه القطعان الغنم، يفرح إذا مر على مخبز ورأى 100 أو 200 من الرجال والنساء يمسكون صفا ليحصلوا على الخبز، يفرح بذلك. أشغلهم بطعامهم وشرابهم والبحث عن لقمة عيشهم، وتنعم أنت في فجورك ونعمتك وترفك. هذا من أعظم أسباب سقوط الدول، ومن أعظم أسباب سقوط الحكام الذين يظلمون شعوبهم في عيشهم ويضيقون عليهم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما انتهى من الصلاة وكان من عادته بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أن يقعد لأصحابه، فإذا به يقوم سريعا ثم عاد إليهم، قام إلى بيته ثم رجع. قال الصحابة ما بعثك سريعا يا رسول الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام ذكرت شيئا من تبر كان عندنا، قطعة ذهب لم أتصدق بها في البيت، ذكرتها فخشيت أن تحبسني، ما أريد أن يتأخر. قام وأمر بهذه القطعة من الذهب أن يتصدق بها ورجع إلى أصحابه. قطعة ذهب في بيته. لا إله إلا الله. إذا ماذا سيقول صلى الله عليه وسلم لو رأى الخزائن في قصر بن علي مليئة بمئات الكيلوات من الذهب؟ ماذا كان سيقول؟ ماذا سيقول لو دخل على بيت القذافي ورأى السرير مطعم بالذهب؟ ماذا سيقول؟ ماذا سيقول لو علم بثروة حسني مبارك أو غيره من الحكام وعلي صالح وقل غير ذلك؟ ماذا سيقول عليه الصلاة والسلام إذا كان كسرة من ذهب يسرع من مصلاه لأجل أن ينفقها؟ وهؤلاء حكام قد تولوا إلى مزبلة التاريخ. انظر إلى الأموال التي جمعوها. ذكرت شيئا من تبر من ذهب. والله لو قام النبي عليه الصلاة والسلام اليوم بيننا ليرين شيئا عظيما. هذه أمته؟ هؤلاء حكامها؟ هذا من أعظم أسباب سقوط الدول. ومن أعظم الأسباب أن يقرب الحاكم إليه اليهود أو النصارى أو المنافقين، ويصبح هؤلاء هم بطانته وهم أهل استشارته. يضع هذا وزيرا وهذا مسؤولا وهذا قائد في الأمن، وربما كان هذا الوزير ظالما سكيرا عربيدا يستولي على أموال الناس بما شاء، وهذا الحاكم لا يهمه. أهم شيء
أن تأتي إلي خانعا منكسرا تثبت عرشي كلما جئت تزيد فيه مسمارا في العرش. تشرب خمر يا أيها الوزير أو الأمير أو المسؤول، أو تتعاطى مخدرات، أو تغتصب الفتيات، أو تأكل أموال الناس، افعل ما تشاء، المهم كلما جئت إلي ثبت في عرشي مسمارا حتى يثبت أكثر. وين الحكام اليوم اللي يعرف أن هالوزير هذا يأخذ إجازته فلا يكاد أن يفيق من سكره، أو ربما بعض المقربين إليه له علاقات بأنواع المحرمات؟ هذا غير الأموال وغير ظلمه للعباد. هذا من أعظم أسباب سقوط الدول، من أعظم أسباب ذل الحكام بعد عزهم. قيضنا لهم قرناء، هؤلاء قرناؤك، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن أسباب سقوط الدول والحكام المبالغة في الترفه والعيش الرغيد. يقول ابن خلدون في المقدمة، وهي كتاب في غاية الحكمة والروعة، يقول إن الدول تمر على 3 مراحل. دول في التاريخ تمر على 3 مراحل. مرحلة الجيل الأول، وهو مرحلة قوة الدولة، لأنهم عاصروا إنشاء الدولة وذاقوا الفقر والحاجة. ثم مرحلة الجيل الثاني، وهم الذين لم يشاركوا في إنشائها لكنهم رأوا ذلك، ولم ينشأوا في نعيم تام، لأن النعيم ما جاءهم إلا بعدما كبروا قليلا. ثم قال أما الجيل الثالث فهو الذي ولد ونشأ في الملك. قال فإن زاد في الترفه والتنعم كان سقوط الدولة بسببه. وانظر في الدول السابقة. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوال إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في من يظلمهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار وزمرته ومعاونيه يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا مالك الملك يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اشف صدورنا منه ومن زمرته يا قوي يا عزيز. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في اليمن أن تجمع شملهم، وأن تؤمر عليهم خيارهم، وأن تصرف عنهم شرارهم، وأن تصب عليهم الخير صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ونسألك لإخواننا في مصر أن تعم بلدهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن تجمعهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك، وأن تصب عليهم الخير يا رب العالمين. ولإخواننا في ليبيا وفي تونس وفي فلسطين والعراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.